يا صباح الهنا، يا صباح الحب والسعادة والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. صدقوا انا والله حاسة ان انا بكلم نفسي، صدقوا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشني وحشني وحشني. النهارده جايه لكم بقى بطريقة جديدة، مش هتلاقوها غير عندي بس، اديني بقول لكم مش هتلاقوها غير عندي بس. اراهن ان انتوا تلاقوها في اي قناة من قنوات اليوتيوب والله، ولا التلفزيون حتى. بصوا يا جماعة، النهارده هنيجي نعمل ايه؟ النهارده هنيجي نعمل بسكوت بالعجوة. تعملي ايه يا ايه؟ بسكوت بالعجوه؟ انت مفكره نفسك بسكو مصر ولا ايه؟ لا اولكر. المهم، مش عارفه هو الكم كان مضايقني في ايه، مش عارفه. المهم، هعمل لكم بسكوت حلو قوي يا جماعه، حلو قوي ومقرمش وجميل جميل جميل، هيعجبكم جدا. محشي عجوه، طريقته سهله قوي قوي قوي، ومقاديره موجوده في كل بيت، يعني مش هتعوزوا تجيبوا حاجه خالص من بره. ما عندكيش سمنه، ما عندكيش بتاع، هتعملي. ما عندكيش بيض، هتعملي. ماشي، تعالوا بقى اوريكم بقى، تعالوا نشوفوا بقى هنعمله ازاي البسكوت. يلا بينا. مش عارفه كان في حاجه بتاكلني في راسي ولا في ودني ولا مش عارفه في ايه. ايوه اهو. بصوا يا جماعه، 3 كوبايه ونص دقيق. ماشي، 3 كوبايه ونص دقيق. نص كوبايه سكر خشن. خشن سنترفيش عادي، يعني اللي هو ايه، مش مطحون يعني، عادي. تمام، نص كوبايه، انا بوريكم ان هو خشن. تمام، نص كوبايه، الكلام ده كله بالكوبايات المعياريه. نص كوبايه لبن. تمام، كوبايه كامله زيت. باكو بودر، وفي حبة فانيليا. تمام، بودر يا جماعة، مش كيك شيف. بودر. عشان احنا مش هنعمل كيك. تمام. المهم، 3 ونص دقيق. نص كوباية سكر. نص كوباية لبن. كوباية زيت، بيكو بودر. تمام. شوية فانيليا. طبعا يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده، لا في سمنة ولا في بيض ولا في حاجات من دي، وبودر. بأكد تاني، بودر مش كيك شيف. تمام. و... واللبن والسكر، هو سهل خالص ومقاديره سهلة خالص، وطريقته كمان سهلة قوي قوي قوي، ما بيحتاجش ضرب كتير. تمام. هو بس ضرب اللبن مع السكر عشان خاطر يدوب، مش اكتر يعني. يعني ممكن بس تضربوه في الخلاط عادي، وتضيفوا عليه بعد كده الدقيق بايديكوا، عادي عادي جدا يعني. خليكوا بسطاء، خليكوا يا جماعه، خليكوا بسطاء، مش عارفه انتوا معقدين الموضوع ليه. المهم، يلا بينا بقى نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. تمام، بس اوعى تقولي لجارتك عليه، ايوه، ولا تقولي لحماتك ولا حتى امك. ماشي، يلا بينا. بصوا يا جماعه، اول حاجه هنبتديها، هنحط اللبن مع السكر. تمام كده، نحط اللبن مع السكر ونضربهم كويس جدا. لازم لازم السكر يدوب، عشان لما نيجي ناكل البسكوتة ما تبقاش مخرزة معانا في بقنا وبتقرقش. تمام. طب يا ايه، ما احنا ممكن نطحن السكر، هيسهل علينا الضرب. لا، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ تعالي اقول لكم انا بقى. ليه؟ علشان خاطر ان السكر لما بيتطحن بيحل الحاجه، يعني بيخليها ايه، محلوله كده. عارفين محلوله دي؟ مش محلوله دايره على حل شعرها يعني، لا. محلوله يعني ايه؟ سايبه كده. ايوه، هي سايبه كده. تمام، فطبعا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين تبقى العجينه معانا متماسكه، فعشان كده احنا هنحط سكر خشن. يعني مثلا عندك بقيه الكحك، عندك اي حاجه كنت بتعملي بيها، عندك شويه سكر مطحونين، ما تحطيهمش. اديني بنقول اهو، عشان ما تجوش تقولوا يا جماعه ان انا ضحكت عليكم. ماشي، يلا بينا. نقعد نضرب 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 نضرب. على فكره انا كنت مسجله الفيديو ده بالصوت. تمام، بس انا حبيت بقى ايه، افصل الصوت واقعد ارغي. شايفين السكر متكوم ازاي؟ لازم يدوب خالص. بصوا بصوا بينزل ازاي. لازم يدوب خالص خالص. وخلي بالكم تعملوه على درجه هاديه لو انتوا بتضربوا بمضرب. والله ولو عجان حتى، لان السكر باللبن بيطير جدا. بصوا، حطيت الكعب بتاع البلاستيك دي في الدقيق. يلا، مش مهم. هو انا اللي هنضف؟ ماما اللي هتنضف. ماما كانت قاعده بتصور يا جماعه، وانا كنت قاعده بكلمها. هي كنت بقول لها، يعني انا كنت ساعتها كنت زي ما بقول لكم بصور الفيديو ده بصوت، وبقول لها هي باين. فالمهم يعني، قمت داخله فيه، قمت حاطه البتاع دي مريحاها على الدقيق. المهم، زي ما انتم شايفين بقى كده، لازم نقعد نضرب في السكر. تمام. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش مخرز. طبعا هتيجي واحده تقول لي ايه، طب انا مثلا ما ينفعش اعمله بزبده؟ طب انا ما ينفعش اعمله بسمنه؟ هقول لكم لا. نو، ما ينفعش. لان لازم الزيت. اولا البسكوته دي بتقرمش بالزيت، لان لو حطيت سمنه، طب ما السمنه هتطريها. لا، انا عايزاها. لان كمان ما فيهاش بيض. تمام، فانا عايزاها ناشفه، فبتتحط الزيت والبودر، هو ده اداه التنشيف معانا. تمام كده. يلا بينا بقى نضرب كويس جدا، كويس كويس كويس. انا عايزه اقول لكم ان هو طبعا، عشان برضو ما بقاش ضحك عليكم، ان السكر ما بيدوبش بدرجه 100% تقريبا. يعني مثلا قولوا مثلا بنسبه 80% هيدوب، وهيتفضل برضو شويه فرافيت كده، مش مهم. مش مهم، بس ما يبقاش كله 100% كله خشن.
فاهمني؟ واحده ولا اتنين هتسيح في الفرن، لكن لما يبقى السكر كله خشن مش هيدوب، وهيبقى عامل زي ايه، يعني مثلا لما عارفين الغريبه لما بتضربش كويس وبقى بتقرقش كده مثلا، هي حاجه باشبه بكده. المهند تمام، هنفضل نضرب كويس قوي في اللبن بالسكر، وبعد كده نحطه الزيت. تمام. عايزه اقول لكم ما اعرفش ليه، يعني سبحان الله، يعني الله اعلم يعني ايه كان في نفسيتي ساعتها، انا مش فاكره لان انا كنت مصوره الفيديو ده في اوائل رمضان ومعلش انا اسفه اتاخرت عليكم، لان من ضغط الفيديوهات عليا انا ما كنتش مش ملاحقه يعني انزلهم. يعني والله كنت عامله لكم فيديوهات تانية، والله مش عارفه هعرف انزلها ولا لا. قولوا يا رب. المهم كلكم تنزلوا تقولوا ايه، يا رب يا ايه تنزلوا الفيديوهات، يا رب يا ايه تنزلوا الفيديوهات المتاخره. تمام. المهم الفيديو الوحيد اللي انا ما غلستش فيه على ماما، ومش عارفه ليه والله العظيم، مش عارفه يعني، انا حسيت ان انا متضايقه، المفروض كنت غلست عليها بس ما غلستش، مش عارفه ليه، مش كانتش طالبه معايا غلاسه اليوم ده. المهم قعدنا بقى نضرب، انا عايزه اقول لكم ان أنا طبعا ايه فصلت الصوت عشان خاطر ايه ما ازعجكمش بالضرب. طبعا عندك عجان، يا سلام يا سيدي الله. بص هنحط الزيت دلوقتي بقى وهنضرب. عايزه اقول لكم لما الزيت بيتحط على اللبن طبعا بيطفو فوق الوش، وكمان ما بيتضربش قوي. تمام. وبعد كده هيبقى بقى عامل زي الجاتو شاتو كده. تمام. بيتخن كده في نفسه كده، ما تعرفوش كده، بيبقى في نفسه كده متخن كده. المهم هنفضل نضرب كويس جدا في اللبن والسكر والزيت. بعد كده هيتفضل معانا بقى المكونات الجافة كلها. طب انتي ايه حطيتي ليه فانيليا مع ان مفيش بيض؟ اقول لكم بقى عشان يديله طعم، يديله ريحة. تمام. يديله يعني اي حاجة، يديله اي حاجة، مش هتبقى دقيق وسمنة. فاهميني؟ مش بعمل قرص انا، فيبقى ليها ايه نكهة كده شوية. طب ينفع اعمله بالشوكولاتة؟ اقول لكم بطلوا بقى افتكاسات بقى، بطلوا افتكاسات بقى، هي طريقتي دي انا بعملها من سنين السنين، من سنين الازل، واخداها من اصلا من عن امي. تمام. ايوه ايوه ايوه، امي اللي قاعده بتصور دي، ايوه هي اللي انا خدت منها الطريقه. تمام. كنت بعملها من زمان قوي. شايف مين اللي قطعني دلوقتي وبعت على التليفون التاني بيعمل لي تريرين؟ مش عارفه مين تريرين ده، مش عارفه. المهم هنضيف بعد كده، فاضل لنا ايه، فاضل لنا الفانيليا والبودر والدقيق. هنضيفوا كل ده، والدقيق يا جماعة بيتضاف واحدة واحدة، وممكن ما ياخدهمش كلهم، ممكن يعوز معلقة أو حاجة، فاحنا هنشوفه طبعا على حسب نوع الدقيق. تمام. يعني انا هقول لكم حاجة بسيطة كده، بسيطة كده، خلينا ايه النبي عربي كده. بصوا يا جماعة هنحط البودر، بفتح لكم باكل بودر، بفتح الحاجة عشان تحط كده ايه اوبشن كده مع بعض. يعني مثلا انا مثلا عندي شركه مثلا بتنزل لي الدقيق مثلا ب 18 جنيه، زي الشركه بتنزله ب 20 جنيه، زي الشركه بتنزله ب 24 جنيه. ما الدقيق انواع يا جماعه، الدقيق انواع. ما لو الدقيق نوع واحد كان زمانه ايه بقى كله ب 18 جنيه، هروح اجيب ليه ب 24. هو برضو الفكره مش في كده، الفكره ان هي بتبقى انواع، زي الطماطم برضو، في طماطم بتبقى معسله وفي طماطم بتبقى حادقه. فاهمني؟ فهي برضو دي نفس الحكايه، في دي بياخد مني السوائل وبيشربها قوام وبيتلم معايا بسرعه، وفي دقيق بينطر معايا السوائل وبيبقى عايز دقيق زياده. تمام. بس انا عن نفسي اللي بيشرب مني السوائل ده حلو جدا، ممكن ما ياخدش مني كميه الدقيق، بتبقى حلوه. يعني لما تلاقوا دقيقه زي كده تجيبوا منها مش مهم، وممكن تجيبوا 2 3 كيلو تحطوهم في التلاجة، تسحبي منهم، عايزه تعملي كيكه تعملي بسكوت بتاع تطلعي للعيال تعملي. لكن الدقيقه اللي بتنطر السوائل دي انا بخاف منها. ليه بقى بخاف منها؟ يعني مثلا انا عامله مثلا ايه باكل باودر، فلما احط دي زياده هتتكتم معايا، فانا مش بحبها. تمام. بصوا انا حطيت ايه، بحط حبه حبه والم، احط حبه حبه والم، هو ما بيعوز تعجين كتير، يعني مش عجن بقى وخبز وبتاع، لا يعني ايه تلم معايا بس العجينه كده شويه. عشان هو انا برغي كتير يا جماعه ولا ايه؟ اوعوا كله بتناموا مني، اوعوا والنبي ما تناموا، خليكوا صحيين. بص انا احط الفانيليا، انا ما بحبش احط الفانيليا في الاوائل خالص، عشان ما تطرش وريحتها تطير وتروح معانا بقى في الايدين وكده. بصوا بقى، بصوا ادي الفانيليا، هنقلب بقى سوا. ايوه يا لعبك يا يو، لسه بصوا العجينه لسه طريه معايا، عايزه تاخد شويه دقيق اهو. بصوا اعجن بدول، ما ممكن ما تاخدش الحبه اللي فاضلين. فاهمني؟ المهم تبقى قوام العجينه معايا انا، انا وزنه 3 كوبايه ونص، 3 كيلو، 3 كوبايه ونص. تمام. فيعني خلي بالي انا بقى حريصه بقى، يعني احط مثلا ايه 3 ارباع الدقيق، واخلي الربع الاخير بقى ايه العب بيه بقى،
يا احطه يا ما احطهوش يا كده، اشوف بقى كل واحد بقى بيبقى ليه نظريته. فما ينفعش ان انا برضو ايه ابقى مسلمه ان انا لازم احط 3.5. ما ممكن تكوني مثلا في بلد تانية ودقيقكوا نوع تاني غير اللي انا بستعمله، فاهمني؟ انا حطيت 3.5 كلهم، انا حطيتهم. انا جت عليا فتره سنه من السنين، الدقيق ده يا جماعه كان بينطر الايدين وبينطر الميه بطريقه غريبه الشكل، غريبه الشكل. والكحك والحاجات اللي زي كده كنت بعملها، كانت تنطر لي الايدين بره. بصوا نحاول نلم العجين كويس قوي. بصوا هي بتلم معايا، بس هي مشكله السكر والزيت بيخلوا العجينه تشبط في الايد. بس هي بصوا هي تعتبر الايد نضفت خالص، بس ما عدا الحبة اللي هي اللي في الصوابع قدام، دول بيبقى من سخونية الإيد والعجن وكده، فاسمها ايه العجينة بتشبط في الإيد. المهم، فجبت بقى ايه يا جماعة دقيق، بقى ينطر لي الايدان بره. طب انا اعمل ايه؟ طب ازود دقيق، احط دقيق. فطبعا الحاجه بقت تبوظ معايا. ليه؟ لان نوعيه الدقيق ما كانتش حلوه. فهي نوعيه الدقيق معاكي بتفرق. بس يعني الحمد لله الحمد لله، يعني الوصفه دي انا عايزاكم تاخدوها وتعتمدوها عندكم، تعملوها في العيد للاطفال والاولاد وكده. هتعجبكم جدا 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 جدا، وان شاء الله ان شاء الله مش هتاخد اكتر من 3.5 ولا اقل يعني. تمام. بس اهم حاجه عايزه اقول لكم عليها برضه عشان ما انساش، قبل ما انسى، لازم العجينه دي ترتاح ساعه في التلاجة، ترتاح ساعه. لان زي ما انتم شايفين كده، بصوا هي بتبقى سخنه جدا. كمان على حركه يا سلام لو بتعملوها في الحر كمان هتلاقيها بتشبط جامد جدا. تمام. فلازم ترتاح شويه في التلاجة عشان تبقى ايه يعني، ترتاح العجينه ترتاح. هي ما فيهاش خميره، هي مش هتخمر، لكن هي فيها بودر، لكن العجينه نفسها ترتاح. فاهمني؟ تاخد وضعها، الدقيق يشرب من الايدام وكده، يعني تاخد وضعها في التلاجة. في ناس بتغطيه بكرينفيل او بلاستيك راب او حاجات زي كده. انا ما يعني مش بحط حاجه، انا بحطه زي ما هو كده في التلاجة من تحت ساعه وخلاص بشتغل بيه. هو بقى لو انتوا في عيد ولا بتاع تسيبوه في التلاجة عقبال ما تعجنوا حاجة تانية تجيبوه تشتغلوا، تكون الحاجة التانية ارتاح. شايفين اهي؟ بص البلاستيكة اللي انا بشتغل بيها او كده نضف خالص من الدقيق يعني كده. ده حلو جدا. بصوا انا دلوقتي خلاص وديتها التلاجة وجيت وجبت صينيتي الحلوة الجميلة. تمام. اهي بصوا العجينة اهي ارتاحت، مرتاحة الله. بصوا بحط فيها صباعي بيطلع نضيف اهو من غير اي حاجة. هي المرة اللي فاتت علشان خاطر كان لسه العجينة سخنة مطرح ايدي. تمام. طبعا انا كنت بكلمكم على شكل العجينة وملمسها اهي. زي ما تدبوا فيها صباعكم كده طلع نضيف مفيهوش اي حاجة، يبقى العجينة دي ايه كويسة جدا. خلاص. العجوة بقى يا جماعة، انا كان اول مرة اجيب عجوة بواكي. تمام. ان الوقت معايا اتزنق، والعجوه اللي انا كنت جايباها، انا بحب اجيب العجوه وافصصها وافرمها في البيت واظبطها في البيت. فالوقت معايا زنق والامكانيات بتاعي لازم اروح مشوار بعيد عشان اجيبها، فجبت ده. عايزه اقول لك كانت سيئه جدا، كانت سيئه جدا جدا، مفروله، غامقه. مش عارفه زي ما اكون انا باكل مش عجوه، باكل قش. مش عارفه ايه، ما كانتش لطيفه بصراحه، ما كانتش لطيفه خالص خالص. وانا عن نفسي مش هعملها تاني، ومش هجيب العجوه اللي هي البواكي تاني خالص خالص. وانصحكم والله يا جماعه، بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي قش. والله قش، بصوا بتتفرفط. يعني المفروض العجوه تبقى ماسكه نفسها كده من السكر والعسوله. بصوا مش حلوه خالص يا جماعه، مش لطيف. بصوا بقول لكم لا، نو نو، فظيعه. احسن حاجه العجوه اللي انتوا بتجيبوها، اللي هي البلح دي اللي فيها نقه دي، وتفصصوها وتعملوها بالمفرمه. شوفوا عندكم مفرمه تعملوا، عندكم كبه، عندكم مش عندكمش سيحوها على النار بحته سمنه، اي حاجه. انا جبتها حطيت عليها شويه سمنه يا دوبك بسيحها على النار، وبقت بهذا الكائن المنظر الغريب ده، تحس ان هو الرز معجن في بعضه، حاجه ناشفه كده. المهم بقى زي ما بقول لك، تاخدوا حته العجينه قد البندقيه كده صغنونه خالص. تمام. مش بكبرها. وتعجنوها كده، وتحطوا فيها حتة العجوة. تمام. وتكلكعوها تدوروها. بس يا ماما، بس يا حبيبتي، ماما بتكح في قلب الفيديو، ينفع كده يعني؟ بتقاطعيني مام؟ نعم. نعم الله عليكي يا حبيبتي. وانا ما غلستش عليكي جوه الفيديو، هغلس عليكي بره الفيديو. أكح يعني أموت يعني؟ لا بعد الشر عليكي يا روحي، كحي زي ما انت عايزه، ان شاء الله عدوينك واللي يكرهوكي. محدش بيكرهني. محدش بيكرهك لا ولا بيحبوكي. والله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، نقول لكم تاني اهو، قد البندقيه صغنونه خالص. تمام.
وترصوا بقى بعيد عن بعضه شويه عشان هو ايه يعني بيخمر كده، يعني مش بيخمر، يعني بينفش كده، بيفرش. تمام، زي ما انتم شايفين كده. الله عليك يا بنتي يا يويو، الله عليك، الله عليك. يا سيدي. طبعا يا جماعه اللي عايز يضاعف المقدار يضاعفه يعني. يعني مثلا عايزين تعملوا 7 كوبايات اعملوا 7 كوبايات، انا عامله 3 ونص. فاهمني؟ طبعا 3 ونص دول اقل من نص كيلو دقيق، لان هو نص كيلو دقيق 4 كوبايات، 3 ونص دي اقل. تمام، زي ما انتم شايفين كده. انا كملت بقى الصينيه بتاعتي، عملتها كور كور كور، بيل بيل بيل. تمام. وده طبعا بصوا بقى منظره بعد ما استوى. ده مش كل المقدار طبعا، انا صورت لكم جزء منه. تمام. يلا، لو عجبكم الفيديو لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والكومنت والاشتراك. تمام. وقولوا لي رايكم في شكل البسكوته. انا عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي همسك البسكوته دلوقتي واخبطها لكم على الترابيزه عشان هي مقرمشه. طبعا هي مش ناعمه، هي مش بتيفور، هي مقرمشه. وعشان تحافظوا يا جماعه على القرمشه دي حطوها في علبه مقفوله. اي بسكوت عندكم بتقولوا ان هو يطرى، لا يا جماعه حطوا البسكوت في علب مقفوله بعيد عن الهواء، هيفضل مقرمش معاكي فتره طويله. يلا اشوف وشكم بخير، ويا رب يا رب يا رب عيد سعيد عليكم ان شاء الله، وبعود الايام كده وبسم الله ما شاء الله. يعني انا مش عارفه، يعني هو رمضان جري بصراحه بسرعه، جري قوي 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 والله، والعيد كمان جري قوي. انا مش عارفه في ايه، الايام الحلوه والله بتعدي بسرعه. فعلا يا جماعه بسكوته والله حلوه قوي، هتعجبكم. تمام. يلا ما تنسونيش في زي ما قلت لكم في اللايك والكومنت والاشتراك. تمام. وهسيبكم لضميركم. ايوه سيبكم لضميركم، راعي ضميركم. يلا باي باي، وقولوا لي ايه الله على البسكوت بتاعك، الله الله الله. باي يا حبايبي، ان شاء الله اشوفكم وشكم بخير في فيديو جديد. باي.